بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن موضوع قانوني مهم جدا. لو شخص سبك وقذفك، حضرتك تعمل ايه؟ هتعمل محضر سب وقذف؟ لا، انا ما بنصحش بكده. طيب انصح بايه؟ هقول لحضرتك لو ان شخصا سبك وقذفك، طيب انت حضرتك حابب تعمل محضر، انا بقول لك مش من الافضل ان انت تعمل محضر سب وقذف. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان محاضر السب والقذف معظمها او الاغلبيه بيتم الحفظ. طب ليه بيتم الحفظ؟ ليه سببين: السبب الاول لعدم الاهميه، او السبب الثاني لعدم ثبوت الجريمه. فدلوقتي حضرتك لو تم الاعتداء عليك بالسب والقذف، انا اقول لك تعمل ايه؟ هتعمل محضر اشد من المحضر ده، وبالتالي هتاخد حقك اللي هو ايه؟ هتعمل محضر اسمه محضر تنمر. المعلومه دي مهمه جدا والاغلب ما يعرفهاش. يبقى انت لو شخص تم الاعتداء عليك، اعتدى على حضرتك بالسب والقذف، انت مش تروح تعمل محضر سب وقذف. ليه؟ لان معظم محاضر السب والقذف بيتم حفظها، وبيتم حفظها لسببين: للسبب الاول لعدم الاهميه، السبب الثاني لعدم ثبوت الجريمه. ولكن هتعمل محضر اسمه محضر تنمر. طبعا لان السب والقذف الغرامه من 3000 جنيه ل 15000 جنيه، ولكن لما تعمل محضر التنمر هتذكر فيه ان هتقول ان تم سبي وقذفي وتم التنمر على شخصي، هتقول ان تم التنمر عليه. وبالتالي في الحاله دي المحضر بيكون اشد. طبعا لان عقوبه التنمر هنعرف مع بعض. طب ايه هو التنمر؟ ببساطه وبصيغه واضحه: التنمر ان هو اي شخص يعتدي عليك، يقل من شأنك او يحط من كرامتك. ده بالمعنى البسيط، ان اي حد او اي شخص بيحط من شأنك او بيقلل من كرامتك، ده اسمه التنمر. يبقى انت لما يتم الاعتداء عليك بالسب والقذف ما تعملش محضر سب وقذف. ليه؟ لان المحضر اللي هتعمله يا اما هيتم حفظه، يا اما حتى لو نزل جلسه، لو عملت محضر ونزل جلسه الغرامه بتكون من 3000 ل 15000 جنيه. فانت تعمل محضر اسمه محضر تنمر. محضر التنمر بيكون اشد وبتاخد حقك. محضر التنمر زي ما انا قلت، التنمر ايه هو التنمر؟ بمعنى بسيط عشان الكل يفهم المعنى. معنى التنمر ان شخص ما بيقل منك او بيحط من شأنك او بيحط من كرامتك. طيب يبقى انا في الحاله دي لما يتم سبك او قذفك هتعمل محضر اسمه محضر تنمر. المحضر ده بتكتب فيه تم سبي وقذفي وتم التنمر على شخصي. طيب ايه هو التنمر؟ زي ما انا قلت لحضرتك، التنمر بالمعنى البسيط او الاوضح ان اي شخص يقل منك او يحط من كرامتك. ايه هي بقى عقوبة التنمر؟ عقوبة التنمر، ركز معايا في عقوبة التنمر. عقوبة التنمر هنا بتكون من الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر، وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه. دي الحالة الاولى. طيب في حالة تانية بتكون العقوبة في التنمر أشد في حالتين اتنين. إيه هما الحالتين اتنين دول؟ الحالتين اتنين: الحالة الأولى لو أن الاعتداء بالتنمر، لو أن التنمر كان من شخصين فأكثر. العقوبة في الحالتين اللي أنا هذكرهم في الآخر دول، في الآخر اللي أنا بتكلم عنهم دول، العقوبة هتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تجاوز 100000 جنيه. ايه هما بقى الحالتين دول؟ الحالة الأولى لو أن التنمر حدث من شخصين فأكثر، يعني عندك شخصين 3 4 5 تنمروا عليك. هنا العقوبة بقى مش بتكون الحبس 6 شهور والغرامة من 10 ولا تزيد على 30000، لا، ده الغرامة هنا بتكون من 20000 جنيه ولا تتجاوز 100000 جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة. أول حاجة إن لو التنمر حدث من شخصين فأكثر، يعني شخصين فأكثر 3 4. تاني حالة لو أن التنمر تم من أصول المجني عليه. يعني إيه من أصول المجني عليه؟ من الأصول المجني عليه أو من يعني شخص مثلا تم الاعتداء عليه بالتنمر، وكان الجاني اللي هو المتنمر الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم رعايته. ده طبعا في الحالتين ده
في الحالتين العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه. يبقى موضوع المحضر بتاع التنمر ده محضر مهم جدا. لما يتم السب والقذف، يتم سبك وقذفك، ما تعملش محضر سب وقذف. ليه؟ لأن الغرامة بتكون من 3000 في السب والقذف لعند 15,000 جنيه، ولكن تعمل محضر اسمه محضر تنمر بتكتب فيه أو بتذكر فيه إن تم سبك، تم سبك وقذفك وتم التنمر على شخصك. وهنا العقوبة زي ما أنا قلت بتكون العقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 30,000 جنيه لو أن دي في الحالة الأولى. الحالة الثانية بتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه لو أن التنمر تم من شخصين فأكثر في الحالة الأولى. الحالة الثانية لو تم التنمر من أصول المجني عليه أو من المتولين رعايته أو من المتولين تربيته. طيب اللي نصت على كده أو اللي وضحت على كده المادة إيه؟ المادة 309 المادة 309 مكرر من قانون العقوبات. قالت إيه؟ قالت إن يعد تنمرا كل قول. المادة دي كبيرة، نص المادة كبير شوية بس هتوضح التنمر كله. مادة 309 مكرر به قالت من قانون العقوبات، قالت يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصاؤه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها. دي بقى بتوضح هنا بتوضح العقوبة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل. المادة 309 بتنص على كده، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد أو ولا تتجاوز ولا تزيد على 30,000 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. طيب والحالة الثانية بقى اللي احنا ذكرنا فيها ان العقوبة بتكون أشد، ذكرتها المادة 309 وقالت وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني. أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. وطبعا هنا اهتمينا ان احنا نقرا نص الماده بالنص عشان نوضح بالتاكيد ونوضح عن طريق الدليل اليقيني. احنا قرينا نص الماده بالظبط عن طريق من قانون العقوبات، عن طريق ان احنا نوضح توضيح يقيني كافي. فانا الماده هنا وضحت، يبقى الماده اللي وضحت التنمر ماده 309 مكرر به من قانون العقوبات، وذكرت ان عقوبه المتنمر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز أو ولا تزيد على 30,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. طيب وفي حالة التنمر أو في الحالات الأشد قلنا إن بتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه في حالة لو أن المتنمر أو الشخص المتنمر ده كان من شخصين، كان التنمر من شخصين فأكثر. الحالة الثانية لو أن المتنمر من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو من المتولين رعايته. وده كان موضوع مهم جدا. موضوع السب والقذف بيحصل بكثرة. فأنا هنا حبيت أوضح إن لما حضرتك يتم الاعتداء عليك بالسب والقذف لا ما تعملش محضر سب وقذف، هتعمل محضر اسمه محضر تنمر، عشان عقوبة التنمر أشد بكتير من السب والقذف، ولأن الغرامة بتكون من 3000 ل 15,000 في السب والقذف، ولكن العقوبة والغرامة بتكون أشد في التنمر. فأنا بنصحك إن لما يتم الاعتداء عليك بالسب والقذف لا اعمل محضر اسمه محضر تنمر بتذكر فيه أو بتنص فيه إن حضرتك تم الاعتداء عليك بالسب والقذف وتم التنمر على شخصك. وقلنا التنمر ووضحنا العقوبة بتاعته. أنا قلت إن التنمر بصفة عامة أو بصيغة سهلة وبسيطة إن التنمر ده أي شخص بيقل منك أو بيقلل من كرامتك
ده ما معنى كلمة التنمر ببساطة. عقوبة التنمر طبعا وضحناها في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. أتمنى من الجميع يكون حضراتكم استفدتم من كيفية أو عمل محضر التنمر وكيفية صياغته وكتابته. وشكرا وتحياتي لحضراتكم جميعا.